السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مطبخ ست الكل. هنعمل مع بعض النهاردة القرنبيط بطريقة حلوة جدا وهتعجبكم جدا. تعالوا نشوف طريقتنا. معانا هنا قرنبيطة هنقطعها قطع، اي قطعة واي شكل، وهنغسلها كويس. بعد ما قطعناها وغسلناها زي ما احنا شايفين، انا مش عايزاها شكل معين لان انا كده كده هقطعها، يعني مش عايزاها تطلع وردات. معانا هنا ميه مغليه، هننزل بمعلقه ملح صغيره، معلقه كمون صغيره، ومعلقه سكر صغيره. بعد كده هننزل بالقرنبيط، هنسيب القرنبيط يغلي غلوه واحده بس، مش عايزينه يستوي كتير ويتهري، احنا عايزينه يغلي غلوه واحده بس. هنوري بالحله طبعا عشان ما يفورش. بص هو غلي غلوه، وانا طلعته على طول من الميه، حطيته في مصفى. هنسيبه بقى يتصفى ويبرد خالص ويهدى عشان نعرف نقطعه. القرنبيط بعد ما برد هنقطعه قطع بشكل عشوائي. القطع اهم حاجه يكون قطع باينه، ما نفرموش زي ما احنا شايفين كده، وزي ما انا مقطعه كده. اقطع بقى الكميه كلها. تعالوا نعمل الخلطه اللي هنحط فيها القرنبيط. معايا هنا 2 بيضه، عليهم رشه فلفل اسود، نص كوبايه لبن، كوبايه دقيق، معلقه كبيره نشا، معلقه صغيره بيكنج باودر، ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره، بابريكا، شطه، توم باودر، وبقدونس مفروم. دي المكونات بتاعتنا كلها. هننزل بقى بكميه الميه على قد ما يوصل للقوام اللي احنا عايزينه. طبعا عشان كل نوع دي بياخد ميه غير النوع التاني. احنا عايزين القوام يطلع مظبوط، عايزين ولا تقيل ولا خفيف، زي ما احنا شايفين ده القوام المظبوط. هنقلب بقى القرنبيط بتاعنا في الخلطه بتاعته، هنقلب كويس جدا. طبعا انا شلت حبه خلطه عشان احطهم من فوق الوش، عشان يبقى كل القرنبيط اتشرب كويس من الخلطه زي ما احنا شايفين. بجد جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. معنا هنا زيت سخن، هننزل بالقرنبيط بتاعنا، اي كبشه صغننه هناخد فيها مقدار، وهنفرده كده بالمعلقه، نعمله على شكل قراص كده، اي شكل عشوائي مش مشكله، بس اهم حاجه نفرده في الطاسه عشان مش عايزينه يطلع معانا تخين. القرنبيط احمر معانا، هنقلبه على الوش التاني زي ما احنا شايفين. متخليش القرنبيط يشرب زيت، وبيطلع معاكي مظبوط وطعمه حلو جدا. لان ناس كتير بتشتكي دايما من القرنبيط بيطلع معاها طري او ما بيستويش حلو، وبيطلع تلاقي كله عجينه وكده. لا بجد الطريقه دي تحفه، هتعجبكم جدا، جربوها. كل اللي بيحب القرنبيط وتعب من عمايله ومن طريقته، الطريقه دي سهله جدا، هتعجبكم جدا. جربوها وقولوا لي رايكم، وسيبوا لي رايكم في الكومنتات. زي ما احنا شايفين بصوا، ولا شارب اي زيت، ومقرمش وجميل بجد. الطريقه دي تحفه، بتقدم مع احلى لفت مخلل. انا عملته معاكم قبل كده، جربوه. لو اول مره تشوفوني يا ريت متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.